بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائي، ما زلنا في سلسلة آلف الأمثال، وهاخد معاكم من الآيات اللي ممكن تكون صعبة في الإصحاح 22 من سفر الأمثال. وهاخد معاكم الآية 8، والآية 8 بتقول: الزارع إثما يحصد بلية وعصا سخطه تفنى. الزارع إثما يحصد بلية، يعني على قد ما هو ما عمل من شر، من أذى، من غدر، من خيانة، على قد ما يعني تعب ناس كتيرة، هيحصد بلية، هيجي عليه وأكتر. يعني إلهنا عادل، وزي ما قال الكتاب: بالكيل الذي به تاكلون يكال لكم ويزاد. فهيبقى كده، هيبقى كده بالظبط. النص التاني من الآية بيقول: وعصا سخطه تفنى. يعني إيه عصا سخطه تفنى؟ عصا سخطه تفنى يعني العصا دي اللي كان بيأذي بيها، اللي كان بيستخدمها للشر، سواء كان الوضع الاجتماعي بتاعه أو نفوذه وسلطته أو أمواله أو معارفه، أي وسيلة كانت اللي كان بيأذي بيها الناس، عصا سخطه تفنى. فهو هيحصد بلية على الأذى اللي عمله، والوسيلة اللي استخدمها لأذى الناس برضو ربنا هيفنيها، عشان الله عادل وما يرضاش بالشر. فده تفسير الآية 8 من الإصحاح 22 من سفر الأمثال. ما زلنا مع بعض في آيات تانية ونكمل مع بعض. أشكركم.